عيب حصري في غسالة يونيفرسال ايكو. ده واجهة الغسالة ودي الحلة بتاعتها. ماشي. احنا مشكلة طرد المية ما بتتمش، وبيبوظ جزء في الكارت بتاع الغسالة، والجزء ده مش هتقدر تستعيد عنه لانه ليه علاقة بالبروسيسور. فاحنا عملنا الزرار ده وركبنا دايرة من جوه بسيطة ووصلناها ببقية الدايرة دي، تعتبر بديل الجزء اللي باظ في البروسيسور، وفي نفس الوقت هتقوم بنفس المهمة بتاعة الطرد بتاع المية، وبقية الغسالة هتكمل باقي البرنامج بتاعها عادي ومفيش مشاكل. هنختار البرنامج اللي هو البسيط اللي هو 23 دقيقة. ماشي. وهنضغط على زرار الستارت. هتاخد الغسالة مية. خدت الغسالة مية، ودلوقتي بتوزن الغسيل اللي موجود جوه الغسالة عشان تقدر تحدد كمية المية اللي محتاجاها. احنا هنستنى 10 دقايق من بداية التشغيل او 12 دقيقة لغاية لما يبقى عندي رقم 10 في العداد. بعد كده بنضغط على الزرار ده اصلا كان بتاع عبس الاطفال، واحنا عشان ما نشوهوش منظر الغسالة من بره ونخرم ونعمل حاجات مش ما تليقش بمنظر الغسالة العام، حافظنا عليه وعزلنا الزرار ده عن باقي الدايرة، خلناه ان هو يقوم بعملية الطرد بتاع المية، وبعد كده الغسالة بتكمل باقي البرنامج بتاعها عادي. دلوقتي بتقلب المية. وانتوا سامعين صوت المية. تبتدي تغسل دلوقتي، واحنا دلوقتي على رقم 22 21. اللعبة في الأرقام ده هي، والزغللة دي من الكاميرا. يبقى احنا دلوقتي ننبه ونقول الزرار ده أول ما توصل عند 10 أو تلاقي الغسالة وقفت ومش راضية تتحرك شمال ولا يمين، بتدوس على الزرار انت ثانيتين أو ثانية ونص، يفضي المية اللي موجودة جوه الغسالة، وتبتدي تاخد مية تاني من أول وجديد وتعمل سحب وطرد وكل حاجة بعد كده وحديها. طرد سريع يعني، اللي هو يعتبر العصر. فاحنا هنستنى 11 دقيقة أو 10 دقائق. بتاخد الدورة بتاعتها عادي شمال ويمين وكله تمام التمام. أنا حاطط قميص واحد من جوه بس عشان تبان الحلة وهي شغالة. ماشي البرنامج عادي. وده البرنامج اللي بيومض ده اللي هو الغسيل. بعد كده الطرد السريع والشطف هتعملهم وحديها. هو كل اللي عليك انك انت هتضغط على الزرار ده عشان تفضي المية اللي موجودة مرة واحدة فقط لا غير. بعد كده بتاخد باقي البرنامج بتاعها. دلوقتي 19 باقيين 9 دقايق. بعد ال9 دقايق انا هضغط على الزرار بتاع الطرمبة اللي انا شاورت عليه، اللي هو بتاع عبس الاطفال اللي احنا طلعناه بره الدايرة.
وتشغل السخان وتشغل كل حاجة، وممكن تتحكم في باقي الزراير وباقي السرعات وزي ما انت عايز. برنامج عادي، بس ما عدا طرد الطرمبة ده الجزء اللي بيبوظ في البروسيسور، واحنا استعضنا عنه بالدايرة اللي احنا قلنا عليها. في فيديو تاني راح انزله اوضح فيه المكونات بتاعت الدايرة وطريقة توصيلتها في الكارتة نفسها من الداخل، بحيث ما يحصلش اي خطأ في اي خطوة من الخطوات، بالتفصيل بالشرح صوت وصورة. دي كده 17 دقيقة، باقيين 7 دقايق، وهنضغط على الزرار اللي احنا قلنا عليه مرة واحدة، وهي هتعمل باقي البرامج بتاعتها وحدها. بديها يعني خطوة البدء فقط لا غير، دي اللي اصلا بايظة في الدايرة. باقيين 6 دقايق. تشتغل يمين وشمال عادي زي ما هي، مفيش اي مشاكل فيها. اللمبة بتاعت الوميض اللي بتاعت الغسيل بتومضها. بعد كده بعد ما تخلص الغسيل وتطرد بمية هتروح ناقلة على اللمبة الثانية، بعد كده تنقل على اللمبة الأخيرة عند عملية العصر والشطف والتجفيف. هي غسالة ممتازة، ما عدا العيب اللي في الكارت ده، وده يعني مش مشكلة، عيب مصانع، عيب في التصميم. وممكن يكون في سوء في الاستخدام في الأول يعني من اللي بيستخدمها. معلش أنا مش موقف الفيديو وسايبه ياخد وضعه الطبيعي بدون مونتاج وبدون عمل أي شيء، عشان خاطر يبقى الكلام واضح قدامكم وتبقوا انتوا مطمئنين للشيء اللي هو احنا بنعمله. وفي فيديو تاني هشرح لكم الدايرة وأوريكم ازاي تركب الدايرة والمكونات بتاعتها، علشان خاطر يعني يبقى الموضوع على أكمل وجه، بحيث أي حد عايز يعمل الإضافة دي يعملها بدل ما يرمي الغسالة. يعني الغسالة في الساعة دي مش هتلاقي الكارت. أنا ما خليتش تاجر في القاهرة أو في الشرقية أو في اسكندرية أو في المنصورة أو في دمياط أو في القاهرة كلها يقول لي إلا الكارت ده بالذات إحنا مش بنرضى نجيبه، لأن الشركة بتاعته أصلا ممكن إحنا نجيب 10 كروتة يطلع فيهم واحد شغال والباقيين كله نرموه. مش معقول كل كارت من يوم هنشتروه نجربوه، وممكن يشتريه الزبون ويدفع فيه مبلغ وقدره، ممكن بيوصل 3000 جنيه، وفي الآخر يطلع الكارت بايظ ويروح للتاجر، التاجر يقول لك أنت اللي بوظته، أنت اللي عملته. فطبعا أنت بتتلاشى هذا الكلام وبتعمل الدايرة اللي أنا عملتها دي، وفي نفس الوقت هتفيدك وهتشغل لك الغسالة بتاعتك تاني بدل ما أنت ترميها.
الغسالة دي جاني من إدفع محافظة سوهاج، بعتها لي الأستاذ فوزي بطرس، وده لو مؤاخذة يعتبر صديق ليا، وأنا طبعا محبة فيه بذلت مجهود فيها عشان خاطر ما تترميش الغسالة دي، واضطريت أعمل الفيديو ده من أنزله على اليوتيوب تستفاد بيه الناس، ويبقى عندها أمل إن تصلح الغسالة بتاعتها، ومنها إن صاحب الغسالة يعرف طريقة الاستخدام. معلش هو فيديو طويل وأنا ما عنديش مونتاج وعامله بالظبط عشان يبقى الكلام قدامكم، عشان ما تقولوش حذف أو شال أو أضاف أو كان أو مانع أو كف الشيء في الدنيا، على الطبيعة. باقيين 3 دقايق. بعد ال3 دقايق عندما يوصل رقم 10، وأنا بكرر عندما يوصل رقم 10 أنا بستنى 5 ثواني أو 10 ثواني. طبعا الغسالة لو أنا سبتها بعد كده هتكتب لي ايرور 21، وطبعا عارفين انتوا حكاية انك تشيل الايرور ازاي، بين الزرار ده والزرار ده بتعملهم الاثنين مع بعضهم بالتبادل ورا بعض سريع سريع، بيصفر لك الدايرة وبيخلي لك الغسالة ترجع لضبط المصنع. ومش معنى انها ترجع لضبط المصنع يعني هتشغلك الطرد، لا، لان احنا قلنا ان ده جزء بايظ في الغسالة. جربت باقي دقيقة. هذا 10. لو انا استنيت عليها دقيقة تاني هتكتب لي ايرور 21، عشان كده داخل على الطرد، فانا هعمل الطرد زي ما وريتكم. المية هشغلها، وهو الموضوع مش بياخد اكتر من ثانية او ثانيتين بالكثير، ده مفيش ثانيتين، لان الطرمبة قوية جدا وفي نفس الوقت بتفضي المية اللي جواها كله. سامعين الصوت بتاع الغسالة؟ ابتدت المية تنزلها، خدت دورة المية وهتكمل بعد كده تاني. بعد كده هتعمل لكم الدورات نفسها كلها، السريع والبطيء وكله تمام التمام. كده بتاخد الفم التاني، وهذا الصوت بتاع المية. باقيين 9 دقايق.